جديدة وأرضا طيبة وشمسا ساطعة، علما يرفرف في السماء مناديا رفعت بدم الشهيد وبأرض السلام. وأنتم ماذا دفعتم لي؟ لو سألوكم هل هناك شيء أغلى من الوطن بما ستجيبون؟ سيسألونكم وسيجيبون لكم. نحن حلمنا من اللعب، من النوم، من الطفولة، من الدراسة، من الجامعة، من الأجواء، من الأمهات ومن الآباء، وأنتم مما أحرمتم. نحن مشينا في ظلمات الليل بآلام الجوع وآلام العطش وآلام المرض، حفاة العراة، حفاة العراة، لكي يقال لنا جزائريون، جزائريون ونفتخر، جزائريون ونفتخر. وأنتم هل تفتخرون؟ نحن أخذنا علما سقي بدمائنا، كنا نهدره، نشمه ونخبئه ونعيد النظر إليه سرا. فماذا عنكم؟ فماذا عنكم؟ وهو العلو يخرج في السماء فوق كل الرؤوس، بماذا تحسون وأنتم تسمعون نشيده الذي يروي حكاية كفاحنا فكرتم حسنا؟ لو قالوا لكم نحن رفعنا السلاح في وجه المستعمر فترفعوا أنتم سلاح العلم في وجه الحياة، فهل رفعتم؟ سيقولون لكم يا شباب الجزائر نحن تركنا لكم المارسة، فهل عاودتم عليها؟ لم نطلب منكم الكثير ولا نريد أن نسمع إلا شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. فإذا كان الاستعمار قد قتل منا الكثير ولم نندم، فإن تضييعكم للأمانة سيقتلنا 1000 مرة ومرة. فلا تجعلونا نقول أن تضحياتنا ذابت جدا، فعزتنا وكرامتنا وتمجيد أرواحنا هو حب الجزائر، وفقط حب الجزائر. أنا ابن هذا الجيل، سأقول لكم سامحونا، اعذرونا إن لم نقدر مشاعركم، أحزانكم، آلامكم، إن لم نضحي كما ضحيتم، إن لم نحرم كما حرمتم، إن لم نشأ كما شئتم، سواء عن قصد أو عن جهل. سامحونا إن سلبنا نومكم، طفولتكم، شبابكم، ألعابكم، دراستكم، ولم نقدر أتعابكم. سامحونا إن ضيعنا إحساسنا بحب العالم وحب الوطن. نعترف أننا أنانيون، استغلينا تضحياتكم، تطلعكم إلينا ونحن نحمل راية التشييد والبناء. نعترف أننا خيمنا أحلامكم، آمالكم فينا، وأنتم سقطتم فداء الوطن، فداء العزة، فداء الكرامة، فداء الشرف، من أجل أن نعيش أحرارا. لم تطلبوا منا سوى رفع سلاح الوحيد ونبي الوطن. نعترف لكم، اعذرونا على حب الزعامة، على الكبرياء وعلى التجبر وعلى اللامبالاة وعلى حب الدنيا. نعترف لكم أنكم تركتم لنا وطنا نرسمه على كتبنا وعلى جدراننا، ويا أسفاه لم نرسمه على قلوبنا. سامحونا إن ظننا أن الكفاح مات باسترجاع الحرية، مات بخروج العدو. لم نكن نعلم أنكم تركتم لنا رسالة. صحيح أن الكفاح بالسلاح قد انتهى، لكن بدأ كفاح آخر بسلاح آخر، إنه كفاح سامحونا إن وجدنا بيتا، أما، أبا، أختا، أخا، كراسا وقلما ولم نحل. ليس لدينا قلوبا
بكم إيمانا مثل إيمانكم، فأنتم أعطيتم ولم تأخذوا شيئا، ونحن تعودنا أن نأخذ فقط، وتعودنا أن نجد كل شيء أمامنا. أنا ابن هذا الجيل، أتمنى أن الرسالة لم تترك سدى، وإنما نستطيع تدارك الأمر، فأنتم الأعلون. وثقوا أن الأمانة ستحفظ، وأن الجزائر لا تلد إلا الرجال، ولكننا برغم أخطائنا وأنانيتنا وسلبيتنا نقول لكم ليس بكل لغات العالم بل بلغة الضاد.